صراحه بقيت هادشي داز عليه مده تقريبا غير في هذا العام، ولكن ما توصلت حتى شي حاجه. حتى كنت كونجي من وراء العيد مباشره، انا كونجي حتى كنتفاجئ. انا كونجي كتبت الاحاله وكتب تحت منها بان ما يبقاش يسني لي التعويض ديالي، لانه ما بقاش بغاني نكون معاه في المصلحه تما. سمحي لي، هاد الرخصه الاداريه اللي خديتي باش جلستي يعني بالتوقيع ديالو؟ بيان سور بالتوقيع ديالو. وما زدتي لا نهار لا يومين؟ لا ابدا ابدا. في الفتره ديالها حدد انه ما يوقع لك. حتى كنت انا كونجي وكتب احاله اخرى ثانيه، مع اني كنت مصالحه انا وياه وكنهضر انا وياه، غير الخدمه ما كيعطينيش نخدم. الا كنتي دايره شي حاجه خايبه للاداره وخصهم يعاقبوك اداريا، علاش ما استعملوش هذا الحق؟ حيت ما عندهمش باش يعاقبوني، ما عندهمش. دابا هما عند بالهم المسائل حد تما، يعني عند بالو هو انا الفكر ديالي المدى الفكر ديالي راه محدود، ما يمكنش نفهم شي حاجه من غير داكشي اللي، ولكن اللي ما كيعرفش هو انا قريت وانا خدامه حتى البكالوريا، ودائما كندير شي حاجه، دائما كنقرا، دائما كندير شي حاجه في وسط هاد المشاكل، في وسط هاد الضغوطات، وهما كيعرفوا، هما كيشهدوا لي بالطموح ديالي، ودائما كيحيوني على الطموح ديالي. دائما كندير شي حاجه بطبيعه الحال. انا من اجل وليداتي كل طموح وكل مستقبل، وكنأمل بالمزيد ان شاء الله، وكنتمنى ان هذا المشكل هذا ما يهرسش ليا حياتي وما يخلق لياش شي تاثير نفسي اكثر من هكا يوقف. لان انا اللي عند وليداتي، ما كاينش شي حد اخر اللي غادي يرعاهم. الاب ديالهم فينا موجود، ولكن كيبقى دائما انا مفروقه معاه، انا اللي شاده الحضانه، انا اللي كلشي. شحال هذه المده؟ 10 سنين. 10 سنين. كانوا ناس الله يعمر هضر في وزاره الاتصال اللي وقفوا معايا ماديا ومعنويا. الحمد لله. ماديا ومعنويا، هذه الصراحه ما يمكنش ننكرها، الا انني هادشي اللي كيضرني كيبقاو يجبدوا لي الملف. هادو الناس ما كيعرفونيش بطبيعه الحال، هادو ماشي ناس ديال الوزاره، كانوا جاو مع بطبيعه الحال. كانت من ضمنهم هاد المديره اللي كانت من الناس اللي تعاطفوا معاك. اذا دابا هي بحال هاد المديره كانت مزيانه معاك وبقات مزيانه معاك، ولكن المجيء ديال هذا الرئيس المباشر ديالك هو اللي لا، هو تا هو ولد الوزاره. انا هاد الشيء اللي كيقول لي عليه هذا اللي في البيرسونيل. دابا انا في ديك جلسه الاستماع ما كاينه لا مديره لا رئيسي المباشر، انا مع الشخص ديال الموارد البشريه. ولكن كيهضر على اساس ان جاتو شكايه من المدير ديالك ومن انا ماشي هضرنا على داكشي، تيقول لي حنا حبيا كنهضروا، بغينا نفكوا هذا المشكل، في حين ملي جبد لي انا الملف ديالي كيناقش معايا الملف ديالي ما اعتبرتوش حبي. تهديد. ما اعتبرتش كيفاش حبي وانت جابد لي الدوسي قديم عنده 10 سنين، يعني حتى وكتقول لي الموقف ديالك ضعيف بزاف، وما كنصحكش انك تدخلي شي مؤسسه اخرى معاك في الموضوع وتدخلي معاك ناس اخرين وتهضر على النقابه. بطبيعه الحال جئتي للنقابه في شي وقيته؟ بطبيعه الحال، لانني انا منخرطه في مؤسسه نقابيه، ما يمكنش علاش انا منخرطه ليها. اذا هذا هو وقيله كنقول السبب علاش ما قدش يوجه لك شي تهمه انت اصلا ما دايرهاش. انا عارف ان كاينين الناس وكاينه نقابه اللي ممكن تدافع عليك، والا كنتي عندك الصح يقدروا يوقفوا. وقال لي انا بغيتك انتيا، وخدا ورقه وستيلو، هذا تيقول لي حبي. انا كنفهم حبي يعني ما كاينه لا ورقه لا ستيلو لا ملفات لا حتى حاجه، كتهضر معايا شفويا، يبقى الموضوع شفوي. المهله ديال الاسبوع ما عطاوهالكش؟ لا. صافي خدا قرار حيد المكتب ديالي ما تبقاش معايا. المكتب وراه ما بغيتش نحيد المكتب ديالك حتى تجي انت وتعطينا الساروت وتحيدي المسائل ديالك منه. قلت له صافي ما عليكش نتايا هذا. وطلعت في حالاتي فعلا لقيت البيسي ما كاينش، الكرسي ما كاينش، وجبت كرسي اخر وجلست تما. لا غد لي جيت لقيت المكتب ما كاينش. البارح البارح لقيت المكتب ديالي ما كاينش. صافي
ولكن قلتي هذه اسبوعيه السيد قال لك تتحيدي هادشي نهار الخميس، وقع هادشي الخميس وكنا عطله الجمعه والسبت والحد والبارح الاثنين. هي هذيك يعني لقيت البيرو ما كاينش. طبيعه الحال النقابه طلعت عند السيد الكاتب العام وعطاهم. دابا كون ما كانش يعني النقابه كتدافع عليك وكانوا غياخذوا شي موقف اخر صافي. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا على قناه مغاربه العالم 24 باش يوصلكم ديما الجديد.